السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده بخير. تعالي بقى اقولك ازاي تعملي صينيه البطاطس القمر التحفه دي بالفراخ. تعالى اقولك تعمليها ازاي وايه المقادير بتاعتنا. وحاجه كده تحفه وخيال، يعني زي ما انت شايفه كده ما شاء الله يعني. وقبل اي حاجه صلوا بينا على النبي، وتعالى اقولك المقادير بتاعتنا. بتاعه صينيه البطاطس وايه مكوناتها. بس كده طبعا. انا كنت جايبه فرخه، يعني كانت الوزن بتاعها كان مثلا 2 كيلو ونص او 3 الا ربع كده. وطبعا الخضار بقى اللي انا هحطه معاه كان عبارة عن بطاطس وفلفل وبصل وطماطم زي ما انتوا شايفين كده. فطبعا لو انت حابة تحطي جزر او حابة تحطي اي خضار تاني عادي براحتك. هي صينية البطاطس بالفراخ بتقبل اي خضار معاها، بس اساسي البطاطس يعني معانا. وطبعا انا بقى هفرم بقى كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، انا قطعتها كده عبارة عن بصلة وطماطميتين وقرنين فلفل وشوية وخمس فصوص توم كده. هفرم كل ده في الكبة كده بتاعتنا. هكون التوابل بتاعتنا طبعا انا كنت حاطة فلفل اسود وورق لوري زي ما انتوا شايفين، وشوية كمون وشوية بابريكا. وانا كنت حاطة الفلفل الاسود مش فرماه. كنت حاطاه حب كده، انا بحبه كده، ولو انتي عايزة تفرميه عادي مفيش مشكلة. فرمت كده كله في الكبة زي ما انتوا شايفين. ليه انا ما حبيتش افرمها في الخلاط؟ يعني حسيت حبيت ان انا افرمها في الكبة علشان انا عايزاها تبقى خشنة شوية مش ناعمة خالص. لو اتفرمت في الخلاط هتبقى ناعمة خالص. فانا عايزاها خشنة شوية كده ويكون باين فيها البصل وباين الخضار فيها. هفرمها بس كده شوية. وبعد كده خلاص بقى كده انا يعني انا عايزة القوام بتاعي ده. بس هنزلها كده في الطبق بتاعنا، وهمسك برضو الفراخ اكون غسلاها كويس جدا. اهم حاجة تكوني غسلاها كويس جدا ونقعها في المحلول اللي هو الملح والليمون وكده. وبعد كده بقى هشطفها من المحلول ده، وهنزل بقى بالتتبيله بتاعتنا كده. بصوا بقى يا حبايبي، هحط بقى الفراخ في التتبيله بتاعتنا دي كده، هقلبها كويس جدا كده في التتبيله القمر بتاعتنا دي. وهجيب بقى الصينيه بتاعتي، يعني اي صينيه عندك، عايزه تعملي صينيه ألمونيا عادي براحتك. اي صينيه عندك هتنفع. انا جبت الصينيه دي. هحط كده شوية تتبيلة من التتبيلة بتاعتنا كده، حطيتها في قعر الصينية. وبعد كده هرص البطاطس، والرصة دي بقى على حسب ما تحبي. يعني براحتك، عايزة تحطي الطماطم او البصل تحت والبطاطس فوق حسب ما تحبي. يعني انا كده رصيت البطاطس الاول، وبعد كده هرص بقية الخضار بتاعنا الطماطم والفلفل والبصل. ولو حابة تحطي جزر عادي براحتك يعني. حطيت كده الطماطم، وحطيت الفلفل بتاعنا طرنشات، وطبعا الفلفل ده حراق، لو انت عايزه تحطي فلفل رومي عادي. وحطيت كده البصله بتاعتنا كنت مقطعاها برضو طرنشات. اوزعها كده كلها في الصينيه علشان الخضار يتوزع في الصينيه كلها. وبعد كده هقلب الفراخ بتاعتنا في التتبيله اللي انا عملتها دي، وهرصها برضو كده ايه على وش الصينيه. وهوريكي دلوقتي هعمل ايه. وبعد كده بقى بعد ما تخلصي خالص هتحطيها طبعا في الفرن. نحط كده بقية الفراخ بتاعتنا بعد ما حطيتها كويس في التتبيلة. هرص بقى كده احط بقية التتبيلة بتاعتنا بقى كده، هغطي بقى كل الصينية. هحطها كده على وش الصينية، هوزعها كويس جدا. وانتي بتتفرجي عليا كده يا ريت تصلي على النبي وتذكري الله احسن من اي حاجة يعني. وما تنسيش اللايك، وما تنسيش كومنت حلو كده. طبعا يا جماعة معلش انا اسفة كنت نسيت. معلش يا حبايبي انا نسيت كده احط الملح. طبعا ما فيش مشكله يعني. مسكت كده شويه تتبيله من بتاعه الفراخ، وحطيت كده فيها شويه ملح وربع كوبايه ميه وشويه زيت. ونزلت كده بالفراخ بتاعتنا. انا ما كنتش حطيت ملح خالص، بس الحمد لله يعني عالجت الموقف. وكده جبت بقى ورقه سلوفان كده، وهلف بقى الصينيه بتاعتنا كويس جدا. وهحطها بقى كده في الفرن على درجه حراره 180. وهسيبها بقى تستوي براحتها كده في الفرن. وهنرجع برضه نشوفها بعد ما تطلع من الفرن. وكده جبت الحلة بتاعتنا وحطيت فيها توابل. انا كنت طبعا قسمة نص الفراخ، عملت نصها بالبطاطس والنص التاني كنت هسلقه. علشان انا عندي الاولاد يعني بيحبوا في بيحبوا فراخ محمرة،
وفي بيحبوا فراخ بالبطاطس، فانا ما حبيتش ازعل حد، عملت النوعين يعني. حطيت كده طبعا الفراخ بتاعتنا تتسلق في الحله ومعاها برضو التوابل. ودي الفراخ بتاعتنا طبعا بعد ما طلعتها من الفرن، هي مكانش لسه استوت، انا بس طلعتها علشان ايه، اشوفها بس. طبعا هي كان فاضل لها شويه برضو تستوي، والميه بتاعتها دي لازم تنشف خالص من على وشها، ولازم وشها يبقى محمر كده وجميل. فانا طبعا بقى حشتها من تحت وطلعتها فوق على الشوايه لغايه اما الشوربه اللي فيها دي تنشف خالص وهتاخد لون جميل كده. وهوريها لكم برضو دلوقتي بعد ما تطلع من الفرن. طبعا جبت الحله بتاعتنا بقى اللي انا كنت سالقه فيها الفراخ، طلعت كده الفراخ على جنب، وقلت بقى اعمل شويه رز بشعريه قمر كده في الحله، في نفس الحله بتاعه الفراخ. نزلت كده بمعلقتين زبده وشويه زيت، ونزلت كده بالشعريه بتاعتنا. عايزه الرز بتاعك يبقى جميل وناجح. انتي يعني لو انتي هتعملي مثلا نص كيلو رز، حطي عليه ربع كيلو شعريه. يعني خلي الشعريه تبقى نص الرز بالظبط، وهتعملي كيلو رز حطي نص كيلو شعريه. الرز يطلع معاكي مفلفل وجميل جدا. بس انا كده حطيت الشعريه بتاعتنا، طبعا احمرت وبقت لونها ذهبي كده زي ما انتم شايفين. نزلت كده بالرز بتاعنا، وهقلب بقى كده كله مع بعضه. هقلبه شويه كده في قلب السمنه والزيت، ويتشوح معايا كده خالص، ويتشرب السمنه يعني. وعلشان طبعا التشويحه دي قبل ما بتحطي الشوربه بيخليه فلفل معاكي وما بيعجنش. واهم حاجه يا حبايبي الشوربه اللي انتي هتحطيها للرز بتاعنا تكون مغليه. لو انتي ما عندكيش شوربه فراخ او شوربه لحمه، ممكن تسخني شويه ميه على البوتاجاز مع مثلا شوربه ماجي وشويه ملح وشويه توابل وكده. بس اهم حاجه الشوربه بتاعتك تكون سخنه. اي شوربه عندك يعني عامه لازم تكون سخنه، ما تكونش بارده ولا حاجه، علشان الرز بتاعك يطلع ناجح وما يعجنش منك. الرز بتاعنا دلوقتي يا حبايبي، انا بقى ايه هحط له بقى الشوربه بتاعته كده، وهسيبه كده يستوي براحته. طبعا بعد ما يتشرب خالص الشوربه بتاعته هسيبه بقى يستوي براحته. هوطي عليه النار بعد ما الشوربه خالص تتشرب من على الرز، هوطي عليه واسيبه يستوي براحته على نار هاديه. بس وهرجع بقى اشوف الفراخ بتاعتنا في الفرن. برضو لازم تبصي عليها علشان الشوايه ما تحرقش الوش جامد. طبعا الرز بتاعنا كده بعد ما اتشرب خالص بس كان لسه مستويش، فانا غطيت عليه النار وسبته يستوي براحته على النار. ودي كده الفراخ بتاعتنا ما شاء الله. بعد ما طلعتها كده من الفرن ما شاء الله ما كانش فيها اي ميه خالص. وكده الاكل بتاعنا ما شاء الله بعد ما اتعمل. يا ريت ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في الكومنت الحلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.